الملك كان عايز يموت الشغاله بس بيجي جوزها وانتقم منه. في الاول كان بيحاول يضايق الخدامه بس الخدامه بترفض وبتقول له ابعد عني، بس برضه بيحاول يقرب منها وبتضربه بطنه بالمطرقه، وبيكون هو وابوه ظلمه جدا وبيعاملوا الشعب كانهم عبيد عندهم. والملك بيتضايق وبيضربها بالقلم وبيحط كمان رجله على رقبتها عشان يموتها على اللي هي عملته. والبنت بتتخنق وكانت خلاص بيطلع في الروح، بس بيجي جوزها وبيقطع رجل الملك بالسيف وهو اصلا شغال عندهم حرس، وبيقول له انت ازاي تتجرأ وتحط رجلك على مراتي كده. وابو الامير بيكون واقف بره معرفش اللي حصل لابنه، وبيقول للحارس لحد ما نمشي من هنا عايز الناس تحس بالرعب. والولد بيضرب الامير بالرجل وبيمسك كمان الفازه وبينزل بيها ضرب في وشه، وبيقول لحد ما نمشي عايزين نمشي زي الملوك والناس كلها تفضل فاكرانا. وبيقول للحارس انا مش عايز حد يعرف ان احنا ماشيين، وما بيكفوش اللي هو عمله فيه ولسه بيضرب فيه، وبينزل التمثال على وشه وبيدمره لحد ما الامير بيموت. وعشان كمان يحزن ابوه عليه بيرمي له ابنه في حته مقطوعه، والزعيم بيقعد ايام قلقان على ابنه المختفي. وفي يوم بيشوف ان في حد ميت، ولما بيبص عليه بيلاقي ان ده ابنه وبيفضل يصرخ ومش بيصدق ان ابنه مات.